قصصية معلوماتية. اسمعوها يا أحلى سميعة، هتلاقوها مش عادية. مش كل حاجة على النت تفكروها حقيقية، وفي ناس بتمشي ورا أي قصة وخلاص. في قصة منتشرة بتقول إن لعبة سابوي سيرفرز وراها حكاية حزينة جدا. بيقولوا إن طفل كان بيحب يرسم على القطارات، وفي يوم وهو بيهرب من الشرطة القطار خبطه ومات، ووالده قرر يعمل اللعبة دي علشان يخلد ذكراه. القصة دي انتشرت وناس كتير صدقتها، لكن الحقيقة مختلفة تماما. اللعبة اتعملت عن طريق شركتين متخصصين في الألعاب، كيلو وسايبو جيمز، وكان الهدف منها تجربة جري سريعة في عالم مليان ألوان وجرافيتي. الفكرة كلها مستوحاة من ثقافة الشارع، مش من قصة حقيقية. وده يورينا إن مش كل حاجة بتتقال لنا بتكون حقيقية. أحيانا القصة بتكون مجرد حكاية، لكن الحقيقة أبسط بكتير. قبل ما تصدق أي قصة اسأل نفسك، دي حقيقية ولا مجرد حكاية من الخيال وبس؟